اهلا بيكم في اول فيديو للسنه واخر فيديو لغايه شهر 3 تقريبا. قبل ما نخش في فيديو النهارده هشرح لك اللي انا قلته في الاول ده عشان ما تتوترش. انا ان شاء الله يا جماعه هاخد اجازه بدايه من يوم 3 يناير ان شاء الله اللي هو عيد ميلادي لغايه ان شاء الله نص شهر فبراير او بدايه شهر مارس. انا عارف ان رمضان هيبدا في نص فبراير وانتم متعودين كل سنه ان انا بعمل لكم حدوته السحور والكلام ده، بس دي اجازه انا خدتها عشان ارجع للمحتوى احسن من الاول. وبالمناسبه وانا بمنتج الفيديو ده اكتشفت ان انا نسيت اقول لك ان انا كمان هعمل ستريم بعد بكره ان شاء الله عشان عيد ميلادي. ده هيكون اخر نوع محتوى هعمله باي حال من الاحوال قبل الاجازه. فميعاد الستريم زي ما قلت لكم مليون مره قبل كده هيكون يوم 2 فبراير الساعه 11:59 مساء بتوقيت القاهره، يعني اللي هو يعتبر نص الليل اللي مؤدي الى يوم 3 يناير اللي هو عيد ميلادي. يا ريت تشوفك في الستريم ده عشان هيبقى ارهب ستريم على القناه حرفيا. هنطول مع بعض جدا 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 وهنعمل حاجات مختلفه كتير، منهم ان انا اوريكم الفيديوهين الممنوعين من العرض اللي كانوا هينزلوا يوم الخميس اللي فات، هفرجكم عليهم. ارجعوا بقى البيست القديم. انا عارف برضو ان في ناس هتروش وتقول لي ما انت على طول بتاخد اجازه وبتاع. انا بقى لي 4 سنين تقريبا ما خدتش اجازه خالص، يعني حتى لما اقول لكم هاخد اجازه بجهز لكم فيديوهات من قبلها. دي اول مره هاخد اجازه صريحه، يعني همسح انستجرام وهمسح يوتيوب وهمسح كل حاجه. فعشان تفهم بس انا هاخد اجازه هقعد مع اهلي وعيلتي ونتبسط وكده، مفيش اي حاجه بتحصل في الباك جراوند عشان في ناس مش عارف بتقول تقريبا جاي له بيبي ومش عارف. مفيش اي حاجه من الكلام ده، دي اجازه بجد، اجازه بس انا عايز اسافر، عايز استمتع بوقتي وكده. وعلى العموم ان انا النيه ان انا هرجع في واحد من الثلاث ايام دول، يا اما يوم 19 فبراير يا اما يوم 26 فبراير يا اما بالكتير يوم 5 مارس. يعني يوم 5 مارس ده مؤكد ان انا هنزل فيه فيديو. الخميسين اللي قبله بقى انا مش عارف الصراحه، فتابعني عشان تعرف. دي كانت اول حاجه عايز اقولها لك. تاني حاجه اهلا بيكم في العاده السنويه بتاعتنا وهي سلسله انجازاتي السنه دي. احنا كل سنه في بدايه السنه بنقول لبعض ايه اللي عملناه السنه دي، اللي هو المره دي هنتكلم عن سنه 2025، نشوف مع بعض وصلنا لايه وعملنا ايه وكده، ونتكلم في كل حاجه. وانتوا يا اما تحت في التعليقات يا اما باستخدام الهاشتاج اللي موجود على الشاشه ده في فيديوهات بتقولوا لي انت عملتوا ايه السنه دي. يعني لو انت عايز تنزل فيديو عندك على يوتيوب على انستجرام ايا كان بالهاشتاج دي صوره ونزله، وانا حابب اقول لك ان انا بتفرج حتى لو مش هعلق عندك يعني، بس انا بحب اخش في الناس قالت ايه، او اكتب لي تحت في التعليقات ايه انجازاتك السنه دي بشكل عام. وخليني اقول لك انا عملت ايه السنه دي عشان انا اكتشفت ان انا عملت حاجات كتير قوي انا ما كنتش اعرف اصلا. اول حاجه خلينا نتكلم على اللي انا ما عملتوش. ما خسيتش، بالعكس انا اتخنت. الحاجه الوحيده اللي وعدت نفسي بيها السنه اللي فاتت وما عملتهاش هي الخسان. كنت ماشي كويس جدا في الجيم في اول السنه لو تفتكروا، وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل، او انا عارف ايه اللي حصل، ضغط الشغل. والله العظيم انا عارف انتوا تحسوا ان انا شغلي مش كتير، بس هو كتير قوي، في حاجات كتير في الباك جراوند ده غير السفريات اللي بسافرها غير البطولات اللي بعلق عليها غير الحاجات دي كلها. فاصلا من اسباب الاجازه دي ان انا بجد المره دي عايز احاول اخس بطريقه ما. فقلت لنفسي فكك من الشغل فكك من اي حاجه ركز على الخسان. ادعوا لي يا رب ان انا اعمل حاجه زي كده، ادعوا لي والله بجد، ادعوا لي والله انا بجد ان انا افهم حاجه زي كده. خلينا بقى نتكلم في الانجازات. اول انجاز بالنسبه لي والصراحه من احلام هو ده الشيء اللي بايدي ده، اللي بجد انا تعبت جدا عشان اوصله للحاله اللي هو فيها دي. ده الدريم كاست اللي انا عدلته معاكم زمان، وكانت تجربه كده ان انا اعدل كونسول عندي في القناه. ومن ساعتها عندنا هو الدريم كاست في البلاي ستيشن 1 اللي انتوا للاسف ما شفتونيش وانا بعدله للاسف، يعني انا ما كنتش عارف انتوا مهتمين بحاجه زي دي. طبعا عندنا الجيم بوي كولر وعندنا الجيم بوي ماكرو، الاثنين دول برده جامدين قوي. صح. وبالنسبه للهاند هيلدز عندنا كمان البي اس بي جو اللي مستحيل انساه. ده غير الجيم كيوب اللي هتلاحظوا ان في اضافه جديده من تحت هنا. الاضافه دي ان انا اشغل عليه العاب الجيم بوي ادفانس، فدلوقتي بقى لونه اخضر في اخضر وشكله جامد جدا الصراحه. وعندنا السوبر نينتندو اللي انا مش فاكر الصراحه كان محتوى ولا لا، فكروني. اعتقد ده كان في لايف ستريم ولا انا عملته في ايه ده، والله ما فاكر عملناه ازاي، بس برضه بصوا جامد قوي ازاي. فده بالنسبه للسوبر نينتندو. وطبعا كمان عندنا نينتندو 64 ده عملناه في لايف ستريم انا متاكد اعتقد، عشان الشريط ده انا فاكر ان هو كان في لايف ستريم لان ده الايفر درايف 64 اللي يعرفه. فده بالنسبه لموضوع الكونسولز اللي انا عدلتها. وبالنسبه لي الانجاز في الموضوع ان اولا رجعت الهندسه. يعني انا عارف ان انا مصدقكم بالموضوع ده بس يمكن في حد مش عارف، انا دارس هندسه اتصالات والكترونيات كبكالوريوس والماجستير كمبيوتر ساينس. الحاجتين دول مع بعض حرفيا هم تعديل الاجهزه. فكوني مره واحده بستخدم الشهادات بتاعتي عشان اعمل لكم حاجات للقناه دي حاجه جامده جدا. يعني انا رجعت اعمل لحام ورجعت اشتري عده اصلا عشان اجرب بيها الاجهزه وبتاع، ورجعت تاني ان اقرا على النت وابدا اعمل ريسيرش وابحاث واشتري حاجات واشوف ايه اللي شغال وايه اللي لا. ما اعرفش، هي بس فكره ان انا اعدل الاجهزه دي فتحت عليا باب كان نفسي فيه من زمان. وبجد الحمد لله ان سلسله تعديل الاجهزه لغايه دلوقتي ناجحه كده. يعني كفايه فيديو تعديل الاركيد لو فاكرين. فدي من انجازاتي السنه دي بصراحه، ان انا عرفت احول حاجه انا بحبها جدا وعندي شغف بيها لمحتوى بطريقه ما، لا ومحتوى فعلا الناس بتستناه. الحمد لله الحمد لله يعني. فده اول حاجه بالنسبه لي اعتبرها انجاز. تاني حاجه وانا متاكد ان انت كنت عارف انها هتتقال في الفيديو ده، وهي ال 3 دي برينتنج يا جدعان. انا اديت لنفسي وعد لو تفتكروا في اول السنه انا هتعلم 3 دي برينتنج، ودلوقتي الحمد لله بنعمل محتوى 3 دي برينتنج عبقري. يعني بصوا قدامك كميه المشاهدات والمحتوى القصير اللي انا بقيت انزله هنا على القناه. ما اعرفش ازاي وصلنا لحاجه زي كده. انا في ديسمبر اللي فات بالظبط كنت بتفرج على ناس بتستخدم ال 3 دي برينتر، يعني كنت بحاول افهم الجهاز ده بيعمل ايه. وفي خلال سنه الحمد لله الواحد اتعلم حاجات مش طبيعيه بجد والله. فانا فخور جدا بالموضوع ده، وفخور برده جدا ان انا خدت حاجه كان نفسي اتعلمها وحولتها لمحتوى، لدرجه ان انا بقيت اتعاون مع شركات عالميه وبيتعمل لي انفايت
ويتبعت لي ايفنتات ويتبعت لي 3 دي برينترز ببلاش وحاجات كده كتير. فبشكركم على دعم برضو فيديوهات 3 دي برينتنج القصيره. انا مش شايف ان هي تنفع فيديو طويل الصراحه، بس شكرا على دعم الفيديوهات القصيره لان بجد بستمتع بيها جدا. واصلا اديكوا شفتوا كمان بقى عندي سكانر وبتاع، في الموضوع ده جامد جدا. وبما اني اتكلمت عن السكانر فخليني اقول لكم انا كنت محتاج السكانر ليه. انا ناوي ان انا ادمج ما بين تعديل الاجهزه وما بين 3 دي برينتنج، وده هعمله ازاي بقى؟ بان ان شاء الله عايز السنه دي اللي هي 2026 احاول اصمم الجهاز الخاص بيا. هيبقى جهاز بيشغل لعب عبيطه جدا بس هتكون ما سمعتش عنها قبل كده، حتى انا هسيبكم تتوقعوا ايه النظام اللي انا هحطه عليه يعني. بس كل الحاجه اللي انا عايزها للجهاز ده على فكره جنبي دلوقتي حالا، يعني جنبي هنا. الحاجه الوحيده كانت ناقصاني هي 3 دي سكانر، عشان كنت عايز احاول ان انا اعمل ايه، مش عايز احرق لكم بس كنت محتاج الاسكانر عامه. فعامه يعني خلاص الموضوع ان 3 دي برينتنج والمودنج الاثنين هيتحولوا لحاجه ان شاء الله في 2026، وكده خلصنا انجازين من الانجازات بتاعتي. كده صح كده تمام. الانجاز اللي بعده ان انا رجعت بسافر زي زمان، وانا عارف تحس ان دي حاجه ترفيهيه او حاجه يعني فيها رفاهيه او كده، بس انت مش فاهمني. انا رجعت بيستي اللي بيسافر لوحده، اللي هو ما بيحسش ان الدنيا غريبه لما بيسافر لوحده. يعني ايه؟ انا السنه دي بس رحت ساو باولو في البرازيل، رحت بوسطن واتلانتا في امريكا، رحت سريلانكا، رحت ميونخ في المانيا وفوسن في المانيا، رحت سويسرا ورحت النمسا بالغلط. يعني اللي مش عارف ايه القصه انت فاتك كتير، بس مش هحكيها تاني الصراحه، كنت حكيتها في ستريم. وكمان رحت البلد اللي طول عمري نفسي اروحها وهي ليشتنشتاين، اللي هي واحده من اصغر دول العالم حرفيا، دويله صغيره. طبعا كل السفريات دي لو انت عايز تشوفها فهي موجوده في الهايلايتس بتاعتي في الانستجرام، هتلاقي رابط الانستجرام موجود تحت في الوصف لو عايز تروحوا. بس هي الفكره ان فعلا والله العظيم يعني انا رجعت تاني بسافر اماكن عشان بس اشوف فيها ايه. يعني مثلا فوسن اللي في المانيا دي حد قال لي عليها في يوم، تاني يوم كنت واخد القطر الفجر الساعه 4 الفجر رايح هناك. رحت هناك ما اعرفش اي حاجه عن المكان وبدات اسال الناس اللي في الشارع وكده، الرهبه اللي جات لي اوقات ما كنا عندنا حجر صحي راحت خلاص. يعني انا زمان كنت بسافر لوحدي كتير وما كنتش عارف ارجع للموضوع ده، ما كنتش عارف ارجع للشخص اللي بيسال الناس وبيتكلم الناس العشوائيه اللي في الشارع وكده. السنه دي قلت لنفسي لازم ترجع للموضوع ده والحمد لله رجعت له. فدي حاجه انا فخور بيها جدا الصراحه. مش فكره ان انا سافرت، فكره ان انا بقيت سالك في السفر زي ما كنت زمان، لان كمان الموضوع ده بيوفر عليك في السفر. يعني مثلا بدل ما ادفع مثلا ايه، كنت هدفع 16 يورو لتاكسي عشان يوصلني حته، تمام، كلمت راجل وابنه خلاني ادفع اقل من يورو، خدت الباص ورحت بيه المكان وكده، خدت ديسكاونتس وبتاع. فعامه موضوع السفر لوحدي ده بصراحه كان نفسي اظبطه قوي والحمد لله ظبطته الحمد لله. فده معناه ان شاء الله السنه دي يا رب تشوفوا سفريات اكتر بكتير. يعني اصلا اللي هيتابعني في انستجرام بنسبه كبيره في شهر 2 هيشوف باريس، انا مش هقول اكتر من كده خلاص، مش هحرق تاني، بس ادعوا بس ان انا اكون في شهر 2 ده اكون رجعت من الاجازه. حاجه كمان اللي انا معتبرها انجازات بالنسبه لي المحتوى. انا بصراحه شايف ان انا اثبتت السنه دي ان انت ممكن تعمل اللي انت عايزه واللي انت بتحبه وهيجيب لك فيوز. يعني انا اقل فيديوهات عندي اصلا بتجيب لي مشاهدات هي فيديوهات الجيمنج بالمناسبه، اي فيديو جيمنج بيتخسف بيه الارض، بس انا بعمل ده عشان بحبه. بس طلع الحاجات بقى اللي انا بحبها اكتر من الجيمنج في حياتي الطبيعيه او الحياه العاديه يعني بتجيب لي مشاهدات اكتر من الجيمنج. يعني ايه؟ فيديوهات علي اكسبريس اللي بجرب فيها منتجات غريبه، فيديوهات القصص والحكاوي بتاعت الحاجات اللي بتحصل لي، فيديوهات ال 3 دي برينتنج، اي حاجه ليا، فيديوهات التعديل، كل هواياتي وكل الحاجات اللي انا بحب اعملها في حياتي اليوميه اقسم بالله بتجيب فيوز اكتر من الجيمنج بكتير. عشان كده انا دلوقتي بحب الجيمنج يكون في اللايف ستريمز، بحب جدا يكون في اللايف ستريمز لان في تفاعل معاكم وكده، مش محتاج ان انا اعمل محتوى، يعني هو المحتوى في قعدتي معاكم. انما الحاجات التانية انا بتكلم بشغف وبعد كده بمنتج بس زي ما انا بعمل دلوقتي. يعني دلوقتي مفيش قدامي اي سكريبت ولا اي حاجه، انا بتكلم كده وخلاص، كل الحاجات دي في دماغي وعمال اقولها لكم، فاهمين؟ فبس انا حاسس ان جوده المحتوى بقت احسن. بننزل فيديو كل خميس، ما قطعناش على فكره ولا خميس من ساعه ما بدات اعمل الموضوع ده. الاستريمات جامده جدا الفتره الاخيره على فكره، قناه الاستريمات موجوده تحت في الوصف، هي في تويتش. وبالمناسبه على فكره عيد ميلادي يوم 3 يناير صح؟ يوم 2 يناير الساعه 11:59 بالليل بتوقيت مصر، انا خليتها 11:59 عشان ما حدش يتلخبط. يوم 2 يناير 11:59 هيكون في لايف ستريم ان شاء الله لعيد ميلادي، ده اخر حاجه عملها لكم كمحتوى قبل الاجازه. فلو عايز تحضر معايا اخر كام ساعه قبل الاجازه تعالى على تويتش ان شاء الله، الميعاد معاك اهو. فالواحد بس اولا بيحاول يراعي ربنا في شغله، ثانيا بيحاول يراعيكم في المحتوى، ثالثا بيحاول يراعي نفسه في ان هو يعمل اللي هو بيحبه، وبينتهي بالمطاف بقناه هو بيحبها جدا، مش فارق معاه مشاهدات ولا اي حاجه، بس الحمد لله ربنا رزقني. يعني احنا رجعنا للفي ار والجيمنج اللي بنعمله بيشد كل الناس اللي ممكن تتخيلها، كبير صغير طويل قصير بنت ولد ايا كان بشنب من غير، كله بيتفرج عليا الحمد لله في الجيمنج، فانا مبسوط بده جدا. فده بالنسبه برضه للمحتوى اللي انا معتبره انجاز، ان الواحد عرف ان هو ينتظم ويعلي الكواليتي ويتعلم يعمل شورتس بشكل كويس وليها يعني هويه، وان هو بس يعمل اللي هو بيحبه. وفعلا ده اللي انا بعمله دلوقتي يا جماعه الصراحه. شفت ناس كتير قوي بتتكلم عن برايم بيستي، وناس كتير بتقول ان القناه وقعت، والناس كتير بتقول انها خلاص قناتي ماتت وكده، بس انت لو مصفي قلبك وعديت على القناه هتاخد بالك ان ما حصلش اي حاجه من ده. هو بس انا ما مشيش ورا ترند، فالناس متضايقه من الموضوع ده، بس انا عمري ما همشي ورا الترند. طبعا ما بنشتمش برده كده في القناه، والناس عايزه الكلام ده وانا اقعد نعمل ايحاءات وبتاع، بس مالناش دعوه بالكلام ده. ده بالنسبه للمحتوى. حاجه ليها علاقه بالمحتوى برده بس مش قوي، بس هقولها في السريع. علي اكسبريس يا جماعه السلسله اللي بقت ناجحه جدا لدرجه الناس بقت تقلدها، وانا مش بقول لكم ان بقى الناس بتقلدني وانا اللي جامد قوي وبتاع، لا مش قصدي كده، قصدي ان هي بقت الهام لناس ثانيه، وده شيء انا فخور بيه جدا يعني الصراحه. يعني انا بتفرج على صناع محتوى ثانيين بيعملوا منتجات وكده، بحاول اشوف هم جابوا ايه عشان ما جابوش عندي، لان انا عارف ان اللي بيتفرج عليا هيتفرج عليهم وكده، فاهمين؟ فبحاول ما يكونش في تكرار. فانا بحس ان محتوى علي اكسبريس عندنا في القناه
بدا يكبر بشكل كبير، شركات بدات تبعت لنا منتجات وبتاع، وده شيء حلو جدا. جالنا موبايلات، جالنا 3 دي برينتر، جالنا ايه كمان، جالنا بروجيكتور، صح، جالنا حاجات كتير قوي يعني. ده غير ان انا كمان دلوقتي اللي بيشتري من الروابط بتاعتي في علي اكسبريس بيدعمني انا مباشره، فده بيساعد المحتوى بتاع القناه نفسها. لان يا جماعه اي حاجه انتوا بتشتروها من علي اكسبريس انا ما بحطش فلوس في جيبي ابدا والله، بستخدمها عشان اشتري حاجات تانية، فاهمين؟ انا جنبي حرفيا ما يعادل 30 منتج على ما اظن، 30 منتج لسه ما نزلهمش اي حلقه. يعني الحلقه ال 40 قلت لكم مليون مره هتبقى حلقه المتابعين وجامده جدا، لما ارجع اعملها لكم. حلوه قوي رمضان دي. ولكن على العموم برضو انا فخور جدا بعلي اكسبريس واللي السلسله وصلت له كده. في بقى انجازات صغيره زي التعليق على البطولات، وان انا بلعب في بطولات رينبو 6 سيج العالميه وحاجات كده. دي حاجات صغيره اللي متابعني كويس في اي حته عارف ان انا بعملها وبتاع، فمش هكررها تاني. انا بس جيت اقول لكم ايه الحاجات اللي انا شايفها انجاز في حياتي السنه دي. حاسس ان انا عملت حاجات كتير قوي يا جماعه والله العظيم بجد. وكمان اللي انا عارفه ان 2026 هتكون مجنونه، يعني بالحاجات اللي في دماغي والحاجات اللي انا ناوي ان هي تحصل ان شاء الله، هتبقى سنه مجنونه جدا وهيبقى فيها تغييرات كتيره جدا في القناه. وبرده الاجازه دي من اسبابها ان انا عايز اعمل التغييرات دي، فاهمني؟ فخلاص الموضوع انه اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالقناه السنه دي، واتمنى يكون انت عندك انجازات تكتبها لي تحت في التعليقات. انا السنه دي ان شاء الله زي ما قلت لكم عايز اعمل الكونسول الخاص بيا، عايز اسافر اكتر، عايز احاول اظبط وزني المقرف اللي انا بقالي كتير عليه كده، عايز احاول اوصل مع علي اكسبريس لفكره ان هم يكونوا راعي رسمي للقناه، يعني بيدفعوا لي فلوس بدل ما انا اللي بدفع لهم فلوس، فاهمين؟ وعايز اعلق على بطولات اكتر، يعني مثلا السنه دي علقت على كروس فاير، انا عمري في حياتي ما علقت على كروس فاير غير مره واحده بس، فعايز اعلق على بطولات اكتر. وبرده من الحاجات اللي انا نفسي فيها قوي يا جماعه والله العظيم بجد، انا نفسي دي بقى نفسي فيها، فاهمين؟ نفسي الناس تقدر قد ايه اللايف ستريمز بتاعتي، والله العظيم انا شايف ان هي كويسه جدا. اللايف ستريمز بتاعتي نظيفه ما فيهاش اي قله ادب، وفيها محتوى مختلف، وفيها العاب ما حدش سمع عنها قبل كده. وزي ما قلت لك قبل كده قناه تويتش موجوده تحت في الوصف، وقناه الاستريمات اللي على يوتيوب موجوده تحت في الوصف. بس هو الفكره ان الاستريم اللي بيخلص على تويتش بيتحط على يوتيوب بعدين، يعني مش تاني يوم على طول، بيتحط حسب الترتيب. فاحسن لك تتابعني لايف على تويتش، لان انا شايف والله العظيم انه حرام الواحد ما يكونش واصل لارقام عاليه على تويتش بجد والله. وبس كده يعني، ده فيديو في السريع كنت بقول لك فين عملت ايه السنه دي، وبودعك وبقول لك هتوحشني، ويا رب اشوفك يوم 3 يناير ان شاء الله او 2 يناير عشان ما لخبطكش، يوم 2 يناير الساعه 11:59 بالليل بتوقيت مصر على تويتش عشان ما تتلخبطش. فبس ولو انت وصلت لغايه هنا انا مش عارف اعيش ازاي الشهرين دول من غيركم، بس يعني انا مش ببطل يوتيوب، ها انا بس ايه اجازه كانك شغال في شركه وخدت اجازتك السنويه، انا بعمل كده بالظبط وبس. بحبكم، ولو رمضان جه وانا ما كنتش موجود فرمضان كريم، ارجع لكم في نص رمضان ان شاء الله بالكتير. وبس كده، هتوحشوني جدا يا جماعه والله العظيم بجد، اقسم بالله والله العظيم انا كنت مسجل الفيديو وسجلته تاني عشان بس اقول لكم انتوا هتوحشوني والله العظيم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله لما ينزل، وبس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان مبارك وباي باي.